مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو الجديد. اليوم غادي نشوفوا اول رد من الاعلامي الجزائري كمال مهوي بعد طرده من المغرب. بلا ما نطول عليكم مشاهدينا الكرام، نخليكم تشوفوا شنو قال هذا المراسل على المغرب وعن طرده بسبب ما يقوله عن المغرب. ما تبخلوش عنا بالضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناه. الى التفاصيل. مزيد من المعلومات يلتحق معنا موفد تلفزيون النهار كمال مهوي. مساء الخير، مرحبا بك كمال. مساء الخير سفيان. المنتخب الوطني مقر إقامته بالعاصمة الرباط وسط أجواء عادية وسط تركيز كبير من اللاعبين بعدما خاضوا حصة تدريبية صباح اليوم وتنقلوا مباشرة إلى مقر إقامتهم في الحد الأدنى من الأيام. ويعني أن المنتخب الوطني مقبل على أول مباراة مثلما يعرف الجميع يوم 24 ديسمبر الحالي. لذلك فاليوم المنتخب الوطني فضل التنقل في آخر لحظة إلى المغرب حفاظا على تركيزه وأيضا حفاظا على الخطة التكتيكية وعلى أهم معالم التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش هذه الكأس، رغم أنه مدة التربص في مركز سيدي موسى كانت قصيرة إلا أنه أهم معالم يعني تمت هناك. والآن المنتخب الوطني وصل إلى هنا إلى هذا الفندق مقر إقامته وسط أجواء عادية وسيخوض حصة تدريبية نهار الغد بحول الله. هنا في مقر إقامة المنتخب الوطني في شارع ابن خلدون، مقر إقامة يبعد على ملعب التدريبات بحوالي 10 دقائق فقط أين سيتدرب المنتخب الوطني، وأيضا يخوض مباراته في على ملعب يبعد أيضا حوالي ربع ساعة من هذا الملعب، لأنه المنتخب الوطني هذه الظروف التي سيكون متواجد فيها هنا خلال مشاركته في الدور الأول على الأقل من كأس إفريقيا. نعم، كيف هي ظروف الإقامة بالنسبة للمنتخب الوطني؟ ماذا عن الفندق وملعب التدريبات، وأيضا كيف هي الأجواء هناك المناخية بمدينة الرباط؟ جو بارد نوعا ما كمان؟ عادية، ليس يعني نفس الجو الموجود في الجزائر، يعني حتى مقر الإقامة يعني عادي، وحتى نفس حس يعني الملعب تدريبات يعني هي أمور عادية. المنتخب الوطني من خلال جميع مشاركته يعني تقريبا نفس الظروف المتواجدة خلال يعني مشاركات المنتخب الوطني في مختلف الكؤوس الإفريقية. نعم كمال، النسختين الماضيتين من كأس إفريقيا غادرنا منافسة من الدور الأول وعجزنا حتى عن تحقيق فوز في دور المجموعات. الأمور تغيرت مع بيتكوفيتش، الكل معول على تحقيق طبعة مثالية. المنتخب الوطني رفقة بيتكوفيتش منذ التحاقه حقق 15 انتصار بقيادة المدرب السويسري، 3 تعادلات وهزيمتين، حصيلة إيجابية مكنتنا من التأهل إلى كأس إفريقيا وإلى المونديال. وبالتالي الأنظار ستتجه يوم الأربعاء لمباراة السودان. يجب أن ندخل بقوة في المنافسة ونحقق فوز يمنحنا ثقة ومعنويات عالية، وأن لا نكرر نفس سيناريو الطبعتين الماضيتين. أليس كذلك كمان؟ أكيد سفيان، وهذا ما يتمناه اللاعبين. المنتخب تركيز كبير، معنويات كبيرة لدى اللاعبين، كلهم عزم على تشريف المنتخب الوطني أولا، يعني تحقيق دورة أحسن من الدورتين السابقين التي لعبهما رفقاء محرز، لأن الهدف يبقى دائما تخطي دور المجموعات مثل ما قال الناخب الوطني. وبعد ذلك كل شيء ممكن، لكن الشيء المهم أنه تركيز اللاعبين كبير خلال هذه الدورة، هو ما ظهر جليا على اللاعبين منذ الدقائق الأولى لوصولهم إلى هنا. كمال، بيتكوفيتش سيكون سادس مدرب أجنبي سيقود المنتخب الوطني في منافسة قارية. سيحاول كسر القاعدة، مع العلم أنه ال5 مدربين الأجانب الذين أشرفوا على المنتخب الوطني لم يحققوا ولا شيء مع الخضر في الكان، بداية من جورج ليكانس وفايدالين لودزيتش وكيسون غوركوف، وأيضا المدرب روغوفر السويسري ولوسيان أيضا الفرنسي. وبالتالي بيتكوفيتش سيحاول كسر القاعدة وتحقيق ما عجز عنه المدربون الأجانب كمان. إن شاء الله هذا ما نتمناه. نعم، حليلوزيتش يملك كل المقومات لفعل شيء إيجابي مع المنتخب الوطني. نعم كمال، على كل ما هو برنامج المنتخب الوطني من دون شك سيرتاح في الفندق. حصة تدريبية الأولى ستكون مبرمجة غدا كمان.
نعم، الحصة التدريبية ستكون إن شاء الله غدا مساء. قبل ذلك في الصباح يعني سيكون هناك اجتماع مع يعني أعضاء الكاف لشرح القوانين الجديدة خلال هذه الدورة، وأيضا تقديم الكرة الخاصة بهذه الدورة. هي أمور بروتوكولية دائما ما يعيشها المنتخب في مثل هذه الدورات. المغرب تحتفل، ولكن بعض الاستديوهات التحليلية في دول أخرى عندهم عزاء وحزن للأسف. في كل مباراة يخرجون في تيشيرت المنتخب الخصم للمنتخب المغربي. لبس التيشيرت البرازيلي وخسر، لبس التيشيرت الكوري وخسر، لبس التيشيرت الأرجنتيني وخسر، كل المنتخبات. وبقت المغرب فوق السحاب مثل ما يقول لك اخواننا السعوديين. بيضطرون يوم يلبسون التيشيرت المغربي، بيضطرون الان يعني بيضطرون. الحل الوحيد انك تلبس التيشيرت المغربي حتى تحتفل مع المغاربه بهذا الانجاز. برامج رياضيه واستديوهات رياضيه تحتفل، او تريد المنتخب الخصم ان يحقق انتصار على المنتخب المغربي. شوف، شاء من شاء وأبى من أبى، الراية الحمراء المغربية هي من تسيدت المشهد. اليوم حفل الافتتاح الذي كان اليوم لم يكن كبيرا ولم يكن يحمل الكثير من الرسائل، لكنه كان حفل افتتاح بحسب المتابعين كان متواضعا، لكن مع ذلك كانت بداية كأس أفريقيا وهو الأهم بنسختها 35. منتخبنا الوطني الجزائري يواصل التحضيرات لكأس أفريقيا. الخرجة الأولى أمام السودان، والسودان يواصل أيضا التحضير. هكذا قال أبيا مدرب المنتخب السوداني: لا أسماء التي من ستصنع الفارق، وإنما حقيقة الميدان. والمنتخب السوداني يحضر ويريد أيضا الإطاحة بالمنتخب الوطني الجزائري، لكن بيتكوفيتش له من الوصفة والحلول ما يمكنه أن يحقق نتيجة إيجابية، وهو نريده، وهو أيضا ما يسعى إليه الأنصار الذين تواجدوا بقوة في الرباط المغربية لمناصرة ومؤازرة المنتخب الوطني الجزائري في هذه الخدمة. كيف ما سمعتم مشاهدينا الكرام، كان هذا هو تعليق المراسلين والمحللين الجزائريين على المغرب وعلى طريقة استقبال المغرب للبعثة الجزائرية والأجواء التي هي في المغرب. صراحة تعليقات استفزازية من المراسلين والمحللين الجزائريين. اعتدنا صراحة على هذه الطريقة من التصريحات. كذلك محللون من بلدان أخرى مثل التي شاهدنا في هذا الفيديو مستغربون بسبب هذا التصرف الذي يقوم به هذا البلد. صراحة اعتدنا على هذا الأمر. هنا ينتهي هذا الفيديو مشاهدينا الكرام. إذا أعجبكم ففضلا وليس أمرا لا تبخلوا علينا بالضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة.